عمو سوريو، سيبك بقى من خطة جوارديولا دي واركنها على جنب خالص وركز معانا كده بالله عليك. سيبك من الخطة دي خالص، والخطة هتكون كالتالي. دي خريطة نخنوخ، لا تقول لي بقى خريطة العالم ولا خريطة الوطن العربي. الطريق ده والطريق ده والطريق ده أنا اللي راسمهم، عايزك تركز معايا. الخطة كالتالي: العب بخطة طارق العشري من الآخر كده. رص الأتوبيس وقف بقى إيه قدام المرمى وما تتحركش خالص. هتروح تحط جون وتيجي ترص الأتوبيس وتقف بالأتوبيس قدام المرمى وتركن خالص وتنام كمان وتريح كمان. تمام؟ ومعلش انت ما تفكرش ان انت هم مش خايفين منك، لا بالعكس هم خايفين منك. النصر السعودي خايف منك، عشان كده راح اتعاقد مع ماني عشان يلعب قدام الزمالك. النصر السعودي راح اتعاقد مع ماني. اتمنى ان احنا نكون حظنا المره دي كويس جدا على ماني، لان ماني ده اللي طلعنا من كاس عالم يا جماعه وطلعنا من بطوله افريقيا. فاتمنى ان احنا نكون حظنا عالي مع الزمالك على ماني. غير ماني، انت المشكله مش في الماني بس، المشكله في فرقه كامله، سواء كريستيانو او تاليسكا او فوفانا او بروزوفيتش او غيرهم، كلهم نجوم كبيره جدا. فاتمنى ان الزمالك يلعب وما يخافش من حد. زي ما هم عندهم نجوم احنا عندنا نجوم برضو. احنا عندنا زيزو اولهم، ومين تاني؟ عندنا سكر. ومين تاني يا جماعه فكروني؟ وماتيب برضو عندنا نجم كبير. وعندنا محمد عبد الغني ومحمد صبحي اللي بيسيب الملعب ويطلع. واتمنى ان هو ما يسيبش الملعب زي ضربه الجزاء ويلف حوالين منطقه الجزاء. اتمنى ان هو يقف في مرماه وما يطلعش حتى يتصور مع كريستيانو، او يسيبوا الملعب ويروحوا يتصوروا مع كريستيانو. ونسيت اهم لاعب عندكم وفي الزمالك هو دونجا. اتمنى ان هو يكون زي دونجا بتاع البرازيل زمان ويؤدي اداء كبير النهارده. ونجم النجوم دايما اللي احنا ما ننساهوش دايما اللي هو نجم الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا. اتمنى ان هو يكون في حالته، وزي ما هم عندهم كريستيانو احنا عندنا شيكابالا وعندنا ماتيب. وما ننساش اهم واحد في الزمالك في البطوله العربيه وهو نيمار. وده نيمار يا جماعه الزمالك وليس نيمار باريس. انا بقول للسعوديين عشان يعرفوا ان ده نيمار الزمالك. وبلاش ان انتوا تقولوا قبل المباراة او بعد المباراة ارجم يا الطعمية. اتمنى ان احنا اللي نقولها ونقول ابلع يا الكبسة بالمصري. علشان ان احنا نكون فزنا عليكم وصعدنا، وساعتها هنقول لكم ابلع يا الكبسة. وبرضو انا بقول لكل اخواتنا السعوديين الكبسة والطعمية ايد واحدة. وبقول لكل فرقة الزمالك ولكل ادارة الزمالك وجمهور الزمالك، انتوا كنتوا دايما بتقولوا ان احنا المفروض ان احنا نلعب في الدوري الاسباني، بس هي جات لكم على طبق من دهب من الاخر كده. انتوا دلوقتي الزمالك الاسباني هيلاعب الفريق النصر الانجليزي. فاتمنى ان انتوا تلعبوا في بطولة ابطال العرب، بلاش بطولة ابطال اوروبا، وتعتبروا نفسكم ان انتوا الزمالك الاسباني بيلاعب النصر الانجليزي بقيادة كريستيانو وماني. وحاجه اخيره، رئيس نادي الزمالك طلع وقال ان كريستيانو رقبته طويله جدا. انا ما اعرفش هو جاب متر وقاسه، يعني ما قالش ان هو مثلا التكوف بتاعه عالي او ان هو بينط عالي جدا، لا قال رقبته طويله. فاحنا عايزين واحد يكون طويل يمسك كريستيانو. طب احنا نجيب طويل منين؟ احنا عندنا اطول رقبه في مصر وهو حسام ماتيب، هو اللي هيمسكه باذن الله وهيحطه كمان في جيبه. كلمه اخيره لاحمد سيد زيزو. اتمنى احمد سيد زيزو سيبك من حكايه العرض، لا اما الفيفا بقى يغير لك كل القوانين بتاعته ويقول لك ان الكره في العارضه بنص جول، فاحنا كورتين هنحسبها بجونين. واحنا ما عندناش حل غير ان احنا بقى نبعت لك رجب بحة هو يشوف حل معاك. التربندوخ كنا شباب وبقينا شيوخ. التربندوخ كنا شباب وبقينا شيوخ. قبل ما انهي الحلقه، اتمنى كل التوفيق لنادي الزمالك ان هو يصعد على حساب نادي النصر اللي هو الانجليزي، لا السعودي طبعا. وباذن الله كل التوفيق للزمالك المصري ان هو يشرف مصر ويشرف الكره المصريه ويقدر يفوز على النصر ويصعد للدور الثاني باذن الله. كل التوفيق لنادي الزمالك وبشكر حضراتكم، ومع السلامه في حلقه جديده من برنامجكم في التسعين.